انا فاكر اول ما ابتديت احل بروبلم سولفينج كان دايما بيبقى عندي مشكله. ايه هي فكره ان انا لما باجي احل الكود واجرب التست كيسز عندي على الجهاز، الدنيا شغاله يا باشا زي الفل، اجي اسلم اي تست كيسز الاقي مشكله حصلت والكود بتاعي بيترفض بسبب حاجه اسمها التايم ليميت. دايما بتخليني افكر طيب الكود شغال عندي، اشمعنى لما حطيته على حاجه وقاس حاجه مختلفه في الكود بتاعي رفضه؟ من هنا بقى ابتدى عندي زي مبدأ وكم سؤال. المبدأ ان هو مش معنى ان الكود شغال يبقى الكود ده صح، ده اول حاجة. تاني حاجة الكم سؤال، هل الكود اللي انا كتبته ده صح؟ طيب وصح بقد ايه؟ وهل في احسن منه؟ الحاجات الاسئله اللي جات لي ديت، وان فكره ان انا اراجع الكود قبل ما اسلمه كده، انا كنت بطبق مبدا اسمه الكود ريفيو من غير ما اعرف. تمام، ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفيديو ده. يعني ايه كود ريفيو وليه مهم جدا الكود ريفيو في الوقت ده. فالسلام عليكم، انا عبد الله مصطفى، موبايل ديفلوبر. يعني ايه بقى الكود ريفيو؟ فكره الكود ريفيو هو يا اما بيبقى مانوال، ده الديفينيشن بتاعه، ممكن تبص عليه بصه، بس باختصار ان هو بيبقى يا اما مانوال يا اما اوتوميتد. فكره الاوتوميتد ان انا بخلي تولز تعمل لي كودنج ريفيو، زي مثلا اللينترز اللي بتبقى في الفي اس كود والحاجات دي، والاي اي تولز اللي هنشرحها في الفيديو ده ان شاء الله، والمانوال كود ريفيو، واللي احنا مش هندوس في المانوال كود ريفيو قد كده، اللي هي فكره ان انا بخلي انا اراجع الكود بتاعي او حد من صحابي يراجع لي الكود بتاعي. تمام، حد معايا في التيم، الشركه، الحاجات دي كلها، ده كده الكود ريفيو. طيب والموضوع ده بيحصل امتى؟ بيحصل قبل ما تعمل سبميت للكود او تعمل له بوش او حتى تعمل له ميرج على جيت هاب. طيب وليه كل ده؟ يعني انا بعمل كود ريفيو ليه بقى؟ عشان اطلع نسخه احسن من الكود. نيجي للنقطة التانية واللي هي ليه الكود ريفيو مهم. دول أهم 4 نقاط أنا جمعتهم عشان نشوف بجد ليه الكود ريفيو مهم، وأنت ليه لازم تبدأ تعمل كود ريفيو. أول حاجة الريفاكتورينج. خلينا متفقين مش معنى ان الكود شغال يبقى الكود ده صح او حتى كلين. مثلا انت عندك فانكشن بتعمل 3 حاجات في نفس الوقت، وفانكشن بص واخده 30 40 سطر لوحدها، فده كده ما ينفعش. ليه بقى؟ لان انت اساسا كده مش البيست براكتس في الكود. غير كده انت لو حد اشتغل على الفانكشن ديت بعديك هيبقى صعب، ما يبقاش فاهم الفانكشن دي بتعمل ايه بالظبط، غير ما بدأ اللي انت بقى سنجل ريسبونسبيلتي والحاجات ديت كلها اللي انت ايه بوظتها. تاني حاجه فكره ان الاي اي بيكتب الكود. الاي اي ممكن يطلع لك كود شغال وزي الفل، الدنيا مفيش مشكله، بس هل الكود اللي طلعه لك ده انسب حاجه للكيس بتاعتك؟ تالت حاجه الكود سميل. انت ممكن تشوف الاسم هنا غريب، سميل يعني ريحه. يعني ايه كود اللي ريحه؟ هو يعني فكره ان المصطلح ان انت ممكن تشم ريحه كده بسيطه، فانت يا عم مش مشكله، دي ريحه بسيطه، فتلاقي مع الوقت الريحه والكمكمه بتكبر والحاجات دي بتكبر، فالموضوع بيبقاش احسن حاجه. يعني زي مثلا هارد كود فاليو، ودي حصلت مع واحد صاحبي كتب كان شغالين على تطبيق فينتك وعمل العمله ثابته، يعني ثبت العمله. هم كانوا تقريبا شغالين في الكويت، دوله خليجيه كده، فالمهم ما بصوش لقدام، ثبت الفاليو بتاعت العمله اللي هي كانت مش عارف دينار كويتي، كانت مش فاكر الدوله والله. فالمهم لما جيهم بقى اتوسعوا بقى ونزلوا مصر والسعوديه والحاجات ديت، حليني بقى عشان تغير اللوجيك كله اللي قايم على حساب مثلا الاسعار بالعمله والحاجات دي كلها. رابع حاجه مستواك كسوفت وير انجينير، مع كل كود ريفيو انت بتشوف مشاكل مختلفه، طرق للحل مختلفه، وبتشوف كمان انت ممكن تشوف باترنز. ده هنا استخدم الطريقه الفلانيه، ده هنا استخدم الكود ده هنا عمل اف كونديشن الاول فسرعت الكود بطريقه معينه. فانت كده دماغك، انت مستواك كسوفت وير انجينير لما تشوف مشاكل ياما وطرق حلول ياما، انت مستواك بيعلى. دي انا شايفها دي من اهم الميزات اللي في الكود ريفيو. فكره ان انت كسوفت وير انجينير وانت مش كودر، انت مش واحد قاعد بيكتب كود دلوقتي ما شاء الله الاي اي بقى يعمل كل حاجه، فانت كده يبقى مالكش لازمه. هنا يا جماعه سوفت وير انجينير، انت تفكر وتحلل وبتعمل الاركتكت اللي هو الدنيا هتمشي ازاي وفين بيودي على فين ومين والحاجات دي كلها. وفي شويه نقاط تانية مهمه زي البرفورمانس والباج والميموري مانجمنت والدوكيومنتيشن، وليله طويله الكود ريفيو. انت كل ما بتعمل كود ريفيو انت بتعرف الحاجات دي كلها، وفعليا انت ممكن تبقى في مشكله في البرفورمانس عشان انت بس بصيت للكود ريفيو قلت والله الحته ديت كده، مثلا ده كان كنترولر نسيت اعمل له ديسبوز. مثال برضو عشان يفهمنا ايه اهميه الكود ريفيو، فكره ان انت مثلا بتحل بروبلم سولفنج، جربت التست كيسز عندك على الكود اديتور، جيت تسلم لقيت الدنيا باظت معاك. انت كنت حل باتنين نيستد لوب، واللي مش عارف يعني نيستد لوب اللي هي لوب جواها لوب، تمام. لقيت الجادجمنت بيقول لك التايم ليميت يا باشا، انا طالب منك في المساله ديت تحلها لي في نص ثانيه، تست كيسز رقم 10 خدت مثلا ثانيه، فكده ما ينفعش. فانت بتبتدي بقى تشوف الحل اللي انت عملته. طيب هل انا مستخدم مثلا داتا ستراكشر كويس، او ممكن استخدم داتا ستراكشر تانية؟ طيب هل اللوب اشيل لوب ولا اضيف لوب تانية؟ انت مش هتضيف يعني، انت هتشيل على طول. فطيب اللوب ديت لما اشيلها احط مكانها ايه؟ فانت بتبتدي بقى تفكر طب هل في ايكويجن اللي هو زي ما تقول معادله رياضيه كده بتحل الموضوع ده؟
فانت بقى دماغك بتبتدي تعلى هنا، بقى انت بتشوف اهو، بتفكر في حلول مختلفه وشفت مشاكل وهتشوف مشاكل، دماغك انت كسوفت وير انجينير انت بتعلى. ودي والله يا جماعه من اهم الحاجات في حته الكود ريفيو. طيب هنستخدمه او هنشرحه في البلاي ليست بتاعت الكود ريفيو. احنا هنعمل حاجه اسمها الوك ثرو كود ريفيو، والفكره ان انا بشوف ايه الكود ده وبيعمل ايه، وبنعمل دوكيومنتيشن او كومنتات على الحته اللي عايزه تتغير. مثلا الفانكشن ديت فيها مشكله فبنعمل كومنت عليها، تمام. واحنا مش هنعمل كده بايدينا، يعني مش هنتكلم عن المانيوال كود ريفيو، ولا احنا هنتكلم عن الاوتوميتد كود ريفيو. وفكره الاوتوميتد انت بيبقى عندك الاستاتيك اناليسيز اللي هو التولز اللي انت بتستخدمها في الكود اديتور بتاعك، وفي الاي اي تول اللي احنا هنستخدمها باذن الله. احنا هنستخدم الاثنين دول، هيبقى في فيديوهات في الاي اي تولز وفي فيديوهات في الاستاتيك اناليسيز، تمام. وتخيل ان هو فكره ان في سينيور هو شغال يراجع الكود بتاعك. الخلاصه بقى ان الكود مش معنى ان الكود شغال يبقى الكود ده صح، دي اول حاجه. تاني حاجه شفنا مع بعض يعني ايه كود ريفيو، وفهمنا يعني ايه اوتوميتد كود ريفيو والمانوال كود ريفيو، وشفنا مع بعض ليه الكود ريفيو مهم بالنسبه لك انت كسوفت وير انجينير وازاي بيعلى بالمستوى بتاعك، وشفنا المثال بتاع البروبلم سولفنج. واخر حاجه عرفنا ايه، احنا هنشرح الوك ثرو وهنستخدم الاوتوميتد كود ريفيو. اخر حاجه في الفيديو بقى ان شاء الله ان السلسله ديت لاي حد بيكتب كود، مش لازم يبقى موبايل او فرونت اند او باك اند بس، لا، لاي حد بيكتب كود البلاي ليست دي مهمه ليه. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح اول تول في الكود ريفيو. واخيرا يعني ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك والحاجات ديت، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.